مساء الخير واهلا بيكم بحلقه جديده من برنامجكم وصال، برنامج المصريين في الخارج. قبل ما نبتدي طبعا كلنا حزن على ابنائنا اللي راحوا في طبعا حادث القطار في اسيوط. تعازينا لاسر طبعا الضحايا وربنا يصبرهم. قلوبنا كلها متعلقه بالامهات، كلنا حاسين فعلا قد ايه المصاب كبير جدا والله. وده كلام مش كلام زي ما نقول اعلاميين، لكن كل ام قابلتها النهارده بتبكي. كل ام حاطه نفسها مكان امهات فقدوا اكتر من ابن وابنه ليها في هذا الحادث. تعازينا ليهم مره اخرى، لو ان التعازي ما تنفعش في مثل هذه الحوادث، لكن ما باليد حيله. يا رب تبقى اخر الحوادث، ويا رب نخلي بالنا من ولادنا اكتر من كده في المستقبل. النهارده كمان في اسره طبعا وصال بنحب ان احنا نقول لكم خبر هام جدا، ان طبقا لاداره طبعا القناه الفضائيه المصريه الموجهه لامريكا تم الضم على برنامجنا، وهيبقى فيه طبعا اتصال مباشر مع كل الجاليه المتواجده في امريكا وفي كندا. فاحنا بنرحب ايضا باتصالاتكم واهلا بيكم معانا. وايضا من الحاجات اللي احنا متعودين دايما ان احنا نثيرها المشاكل، فاسمحوا لي هنبتدي بمشكله كبيره جدا في الكويت تعرض ليها 19 مواطن مصري. طبعا اجتمعوا لدعوه للاحتفال بالسنه الهجريه، وده طبعا كان القانون الكويتي بيحظر اي تجمع او تجمهر، فتم القبض عليهم. النهارده في تصريح طبعا للمستشار ايمن علي رئيس يعني بيؤكد مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون المصريين في الخارج، بيؤكد ان الاتصالات قائمه الان ما بين السفاره المصريه بالكويت والخارجيه الكويتيه، وان شاء الله يبقى في اخبار يعني عاجله عن الافراج عن هؤلاء. ايضا قنصليه جده بتاكد ان في 1150 متخلفا عن الحج والعمره رجعوا على متن الطائرات المصريه، وايضا حتى كان في ضمنهم 17 يعني في ناس كسرت تاشيره لمده 17 عام، وده اللي خلى العدد يزيد، لان هم كانوا 1000 متخلف فقط عن 100,000 فقط عن الحج، فالعدد في الزياده بسبب اللي كاسرين التاشيره منذ سنوات. ايضا من الاخبار الهامه ان وزاره الخارجيه تعاود تحذير المواطنين المصريين من السفر الى سوريا، وايضا الرئاسه بتكشف تفاصيل تشكيل مجلس المصريين بالخارج ومنظومه لتعليم ابناء المغتربين خلال ايام. مجله ابناء الوطن في الخارج في العدد 23 بتحظى باهتمام كبير جدا من قبل الجاليات المصريه، لانها اصبحت منبر لطبعا كل المصريين في الخارج. في اقلام كثيره جدا من ابناء الجاليات انضمت لهذه المجله، فاحنا طبعا بنشكر الهيئه العامه للاستعلامات عشان هم حسوا بالفعل ان عندهم القدره ان هم يعبروا وان هم يكتبوا كل ارائهم ومقترحاتهم. هولندا يمكن ما كانش ليها حظ كبير قوي معانا في حلقات سابقه، لكن النهارده هنتعرف على المجتمع المصري في هولندا، ما له وما عليه، طلباتهم، ايه اكتر الاشياء اللي هم حريصين ان هم يناقشوها معانا من خلال برنامجنا النهارده. ده من خلال ضيوفنا في الاستوديو. بنرحب بالاستاذ يسري الكاشف رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا والمنسق العام لائتلاف المصريين بالخارج. اهلا بحضرتك. اهلا بك. وبرحب بالكاتب الصحفي الزميل الاستاذ عادل عبد العزيز، صحفي واعلامي مقيم في هولندا منذ 23 سنه وسكرتير جمعيه الصحفيين العرب. اخلا بحضرتك. اهلا بك. بداية يعني هبتدي طبعا بأستاذ يسري، عدد المصريين في هولندا كام دلوقتي؟ طبقا لآخر الإحصائيات. هو يعني احنا دايما نقول بين 20 و30، وفي ناس بتقول بين 30 و40، انما ما فيش احصائيات محددة بدقة يعني لعدد المصريين. فاحنا يعني لو قلنا مثلا يعني متوسط 30، طبعا بيزيد عليهم يعني ارقام بتبقى مثلا يعني مجموعه من المصريين اللي ما عندهمش اقامه او مش مسجلين في السفاره بشكل رسمي. نعم. من الحاجات الهامه جدا ان في كذا جريده
موجوده في هولندا ناطقه باللغه العربيه ومعبره عن الجاليات العربيه بشكل عام مش بس المصريه. كام جريده يا استاذ علي؟ حاليا اكثر من جريده، لكن الرسميه هي دليلي، لان دليلي هي المنبثقه منذ سنوات طويله وتعددت اشكالها. من مش عايزاك تتحيز لدليلي. لا يعني انا عارفه ان في كذا، كان في الجسر اعتقد. الجسر انا كنت مدير تحريرها ورئيس تحريرها. يعني انا هتحيز دي وهتحيز دي. هي توقفت لاسباب خارجه، لكن كانت الجسر بتطبع في هولندا ولها مكاتب في معظم دول اوروبا. وكانت بتوزع في اوروبا ودول المغرب العربي، بخصوص ان الجزائر وتونس والمغرب هي اكبر جاليات عربيه مقيمه في هولندا. وانبثق من كل ده دليلي، بس دليلي كانت طلعت الاول كمجله فريده من نوعها، ان هي كانت بتنزل باللغه العربيه ويقابلها باللغه الهولنديه كلمه بكلمه. فكانت بتفيد الذي لا يجيد اللغه الهولنديه ان هو يقرا الخبر بالعربيه والعكس، وكانت بتفيد الجيل الثاني ان هو يعرف اخبار بلده باللغه التي الجيل الثاني والثالث اللي هم برضه ما بيجودوش القراءه بالعربيه. فكنا بنهتم بيها، وبعدين مش كنا بنختار اخبار هو يستطيع ان يسمعها في التلفزيون او الاذاعه الهولنديه، ولكن كنا بننتقي الاخبار التي تهمه داخل زي ايه؟ زي ايه؟ المجتمع الهولندي حريص على الثقافه المصريه اكثر من حرص المصريين على انفسهم. الطالب المصري الذي يدرس في هولندا يدرس الحضاره المصريه، يدرس الثقافه المصريه، يتابع الاخبار المصريه بلغتهم، وشيء مفروض عليهم. اما نحن فمشكله. لذلك حاولنا قدر المستطاع ان ناخذ دور الحكومه الهولنديه ونعمل على تمرير بعض الاخبار المهمه التي تهم الجاليات المصريه في الخارج. كابسط مثال ما يحدث الان في مناقشات للدستور، ما يحدث الان في قوانين العوده، ما يحدث الان هناك مشكله ربما يتسع الوقت لان نتحدث فيها. قانون تعويض الاطفال تم مناقشته. الطفل بياخد دعم الحكومه الهولنديه. المصري هو الفئه الوحيده التي تم نقصان معدل تعويض الاطفال لها لاقل نسبه، ل 40%. لماذا؟ هذا شرح يطول. يعني هو مش اعتقد ان هو اقل من 40%. لا يعني الواقع الفعلي ثبت ان المساله عندنا بقت اقل بكتير. بس ده في اجحاف لعدم وجود جهه. طبعا ما بقاش فيه زي ما بيقول دلوقتي يعني سعر، يعني لازم نعلى تاني بالسعر للمواطن المصري. استاذ يسري، من الحاجات الهامه جدا ان انتوا كان ليكوا لقاء مع مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون المصريين في الخارج، يعني المستشار ايمن علي، وتحدثتم في يعني موضوعات عده، من ضمنها الدستور ومن ضمنها انشاء مجلس استشاري للمصريين في الخارج. يا ريت حضرتك تديني فكره عن الموضوعين، ولو في موضوعات ثانيه اتناقشتوا فيها. الحقيقه انا قعدت مع الدكتور ايمن، هو طبعا مندوب المصريين في الخارج في لجنه صياغه الدستور، ومستشار رئيس لشؤون المصريين في الخارج. الحقيقه هو يعني الدكتور ايمن بيشتغل بشكل مكثف يعني على طلبات المصريين في الخارج، بس طبعا يعني اللقاء كان اتوضب له ازاي؟ يعني انتوا اللي طلبتوا اللقاء؟ لا، انا عملت لقاء بصفه شخصيه معاه، يعني انا الوحيد اللي كنت موجود معاه، يعني انا كلمته وهو بعت لي رساله واتصل بيا وعملنا ميعاد في مبنى المستشارين، واتقابلت انا وهو لوحدينا واتكلمنا، لان انا التقيت بيه قبل كده في امستردام، يعني في علاقه صداقه قديمه بينا. الحقيقه هو يعني كواحد مننا، يعني لان هو مغترب في النمسا اساسا، انما يعني هو ما يقدرش يتكلم عن المصريين في اوروبا بشكل عام، يعني لانه طبعا المصريين مش في اوروبا، في مصريين احنا طبعا بنقول ان المصريين المغتربين هم نوعين، نوع مؤقت ونوع دائم. معروف طبعا. فيعني اللي بيمثل مثلا المؤقت اللي هم في الدول العربيه زي السعوديه والخليج وكده، دول يعني مجموعه بتروح بصفه مؤقته وبترجع وكده، فبرضه هم عندهم مشاكلهم الخاصه، والناس المصريين اللي في اوروبا لهم مشاكل خاصه، والناس اللي في امريكا واستراليا وهكذا. فهو طبعا عايز يبقى يعني اتكلمنا مع بعض على اساس ان هو عايز يعمل مجموعه من المستشارين من الدول دي، من
من المؤقت والدائم وهكذا، بحيث يمدوه بالمعلومات او الطلبات اللي محتاجينها المصريين في الخارج. يعني ده كان اساس محور اللقاء. والنقطه الاهم من دي كانت انه احنا كان عندنا مبادره من فتره ان احنا عايزين نعمل شكل من اشكال يعني شكل رسمي يحمل المصريين في الخارج، ويبقى مثلا عباره عن مثلا جمعيه او نقابه او اي حاجه تمثل المصريين في الخارج، ويكون دخلها من اشتراكات المصريين. عندنا مشاكل كتير، يعني في مشاكل للمصريين الموجودين في الخارج. يعني قبل ما نخش في المشاكل، اتعرض عليك ان انت تكون عضو في هذا المجلس الاستشاري؟ والله انا يعني اي حاجه فيها خدمه مصر انا دايما مستعد الحقيقه. استاذ يوسف اتعرض عليك ولا لا؟ والله هي الاستماره موجوده للعامه يعني. احنا عارفين ان المجلس هيبقى برئاسه الدكتور ايمن طبعا، وهو صرح ان هيكون ممثلين عن الجاليات موجودين في المجلس. فهل هذا اللقاء كان بهذا الهدف ولا كان يعني لقاء ودي ما تمش العرض؟ لا الحقيقه هو كان لقاء ودي، واحنا ناقشنا النقطه دي مع بعض، وبعد كده اعتقد ان هو عرض يعني طرح الامر ولكن هو معلن. بتفكر لسه؟ انا جاهز ان شاء الله، يعني انا ما عنديش اي حاجه، لان انا بحاول اعمل اي حاجه للجاليه الموجوده في الخارج ان شاء الله. يعني استاذ عادل، احنا دلوقتي بنشوف اتحاد عام للمصريين في الخارج، بنشوف مجلس استشاري للمصريين في الخارج، بنشوف ايضا وزاره القوى العامله والهجره، وايضا وزاره الخارجيه، وكمان في على الابواب لما يبقى عندنا مجلس شعب ان شاء الله الصندوق لرعايه المصريين، الصندوق يعني او هم حبوا ان هم ما نقولش عليه الصندوق، الهيئه العامه لرعايه المصريين. يعني مش شايف كده ان هتبقى المساله متشعبه جدا، يعني اهدار طاقات في كل الجهات؟ نتمنى ان هي تنطوي تحت لواء واحد، وزي ما كنا بنطالب ان يكون في هيئه او وزاره او شيء يعني بالمصريين في الخارج. لاننا يعني انهي افضل، ان تبقى في جهات متعدده ولا جهه واحده؟ جهه واحده. جهه واحده، وده افضل بكتير. لان انا اعتقد ان اهانه المصري في الخارج تبدا من الداخل، لان لو تم رعايه المصري في الداخل على اكمل وجه مثل جميع الجاليات العربيه او الاجنبيه المقيمه في الخارج، ومثل جميع الجاليات التي تعيش في اوروبا في بلاد عربيه. فعلى سبيل المثال للحصر، ان اسرائيل لما يكون عندها جاسوس بتقوم له محامي، بتهتم بيه، بترعاه. اما المصري الشريف اللي بيحاول ان هو يسعى وراء كسب الرزق والعيش الكريم، اعتقد ان هو مهمل من الداخل امتدادا بالسفاره مرورا بالخارجيه. فهنا مكمن الخطر. إذا توحدت الجهود تحت لواء واحد يمكن أن يتم العناية بالمصري أكثر من الموجود، ولا بد أن ننتهز هذه الفرصة، لأن الفرصة هذه بعد الثورة وبعد الدور الكبير الذي بذله أبناء المصريين في الخارج، كان لهم دور أساسي ودور رئيسي في إنجاح الثورة عبر المظاهرات أو الفيسبوك أو التويتر. فنتمنى أن تكون مرحلة جديدة يتبعها مراحل اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. المشاكل بقى اللي انتم ناقشتوها مع دكتور ايمن عليه، والله هي تتلخص في 4 نقاط. يعني احنا مش هنعتبرها مشاكل، انا هعتبرها يعني رأي ربما يهم كل المصريين الموجودين في الخارج، وعلى رأسها طبعا موضوع الدستور. المادة 72 لا زال ما فيهاش اي تغيير، ودي يعني اللي بتحرم المصري في الخارج لمشاركته في الحياة السياسية. دي كانت النقطة الرئيسية، لأن زي ما حضرتك عارفة الدستور ده بيتعمل مرة في كل 50 سنة وكده. يعني احنا بنأمل انه تعدل المادة. احنا الحقيقة عملناها وعدلناها من قانونيين موجودين في اوروبا. احنا كنا عملنا جروب على الفيسبوك وفتحنا المجال للمصريين الموجودين، وحضرتك عارفة طبعا في مصريين جهابذة في القانون موجودين في اوروبا، ووصلنا لصيغة ملائمة للمادة نفسها. يعني تشال المادة القديمة وتحط المادة دي اللي هي ما تحرمش المصري اللي موجود في الخارج من مشاركته في الحياة السياسية. لأن احنا لو جينا نتكلم أنا مش هتكلم عن نفسي، لأن أنا يعني سني كبر وكده. احنا آسفين طبعا لموبايل حضرتك رن واحنا نسينا نبلغك،
ان لازم يتم غلق التليفون قبل الدخول للاستوديو. احنا اللي بنعتذر بس ممكن حضرتك تقفله. يعني دار بعض المناقشات وكان في تصريحات خاصه طبعا بالدستور، يعني ممثلين المصريين بالخارج اللي التقوا ايضا بالدكتور ايمن علي، وده كان في 7/11/2012، اكدوا ان الدستور الجديد يخفي الحقوق الانتخابيه للمصريين، وطبعا بيأكدوا ان الدستور بينظر للمصريين في الخارج مزدوجي طبعا الجنسيه بتشكك في ولائهم. ويعني بنحب ان احنا يعني نعرف مزيد من هذه التفاصيل بعد ما تكون حضرتك قفلت التليفون. قفلته اكيد. لا اتفضل. لا هو طبعا يعني دي نقطة مجحفة بالنسبة لأي مصري، يعني أنا بعتبر إن النقطة دي يعني إهانة لأي مصري موجود في الخارج. لأن حضرتك عارفة طبعا المصريين اللي في الخارج عندهم ولاء، يعني لأن احنا بنعتبر إنه لما نتكلم عن الجنسية المصرية فالجنسية المصرية دي بالنسبة لنا الأم. فاحنا ما عندناش اختيار، يعني أمي أنا ما أقدرش أختارها. إنما احنا بنعتبر الجنسيات المكتسبة دي بمثابة زوجة، يعني الواحد بيعيش في هولندا فيعتبر الجنسيه الهولنديه دي يعني جنسيه مكتسبه، انما احنا اصلنا الاصل في الجنسيه الاصل الام المصريه، فاحنا بنعتبر نفسنا مصريين. فبالتالي حسب راي حضرتك وتصريحاتك ان لازم هذه الماده تلغى تماما مش على يعني مش يعني احنا ما بنتكلمش، ما فيش حد هيجي منه. يعني كان في حوار دار بيني وبين الدكتور ايمن على مركز رئيس الجمهوريه على مثال، يعني طبعا يعني في الحقيقه احنا مش مهم بالشيء، يعني يبقى النص يبقى واضح بانه من حق المصري اللي في الخارج مزدوج الجنسيه انه يرشح نفسه لرئيس الجمهوريه. ده طبعا مش منطقي. انا في الحقيقه يعني انا بتكلم بصفه شخصيه ومش متبع في دول العالم، مفيش اعتقد دوله بتقبل بهذا. ربما في، مش هنقدر نجزم الامر على حد علمي مفيش. لا رئيس جورجيا كان عنده لجوء سياسي في هولندا، وبعد اللجوء السياسي غير الجنسيه، هو حصل على الجنسيه لما بقى رئيس. هل تنازل ام لم يتنازل؟ لا طبعا لازم يتنازل بشكل انا بتكلم عليه ان الرئيس لازم يكون احد الجنسيه. اكيد طبعا. انا مع حضرتك في الراي ومع الدكتور ايمن انه طبعا منصب رئيس الجمهوريه ده منصب كبير ومنصب رفيع ومنصب سيادي، فما اعتقدش حتى يعني انا على بصفه شخصيه بتكلم بقول انه الماده اللي موجوده في الدستور اللي بتحرم المصري وبتتهمه بازدواج الجنسيه ازدواج الولاء وكذا، احنا عايزين نخفف بس من صيغه الماده، يعني نحسس المصري اللي في الخارج بان هو ممكن يبقى عنده الحق انه يمارس حقوقه السياسيه. انا ما اعتقدش ان احنا عندنا الامكانيات نجيب رئيس جمهوريه مثلا من هولندا ولا حاجه يعني. لا نجيب بس يتنازل بقى عن الجنسيه، يعني الحق يعني حتى مش في رئاسه الجمهوريه، يعني هو مصري في الاول وفي الاخر. حتى في رئاسه مش في رئاسه الجمهوريه، يعني انا قلت يعني حتى بالنسبه للمجلسي الشعب والشورى لو قدر وكان لنا تمثيل فيها، فحتى اللي هيجي ممكن تنازل، يعني في القوانين السابقه كان بيتنازل عن الجنسيه وبيرشح نفسه وهكذا. احنا بنقول حتى مش مشكله ان يبقى يعني عضو كامل في المجلس الشورى او مجلس الشعب، على الاقل يبقى مستشار عن المصريين مثلا في اوروبا او مستشار عن المصريين في امريكا وهكذا يعني. يعني مستشار يعني فعال مش بس لقب على الاقل. يعني انا اللي انا اقصده ان احنا مش طمعانين، يعني ما اعتقدش حد من الموجود في الخارج طمعان في منصب سيادي كبير اكتر من ان احنا عايزين يبقى لنا صوت في الداخل زينا زي اي مصري بس. استاذ عادل كان ليك تصريح في جريده الوفد، قلت ان في شبه انفصام بين المصريين بالدول الاجنبيه والوطن الام مصر، منتقدا عدم اهتمام وزاره الخارجيه بالمصريين في الخارج. عدم اهتمام ليس بالمواطنين ولكن بقضايا المصريين كمان. اتذكر ان كان في احد واحنا في جريده الجسر كنا بنحتفل بذكرى حرب 73. اكبر جريده في هولندا اسمها الفولكسكرانت اي جريده الشعب نشرت تقرير كامل عن ان المصريين هزموا في 73 وجابوا صوره لاسرى مصر في 67 على صيد الصفحه الاولى، وان مصر اتهزمت في 73 وان كان في اسرى والى اخره. دور المصريين هنا اللي هم بيحبوا بلدهم او الاعلام بصفه عامه، دور المستشار الاعلامي هنا الرد ده رسميا. احنا مستشارين بدون مناصب. نشرنا ان ده تزييف للحقائق، واحنا قلنا ان دي صوره اسرى 67 مش 73، واحنا عندنا الصور بتاعت اسرى 73 وان مصر
عبرت، وان المفروض يبقى فيه عبور في الفكر الاوروبي بصفه عامه، كيفيه التعامل مع حقائق التاريخ. وللامانه بعد اسبوع من ردنا على تزييف التاريخ ده جالنا خطاب رسمي من جريده الفولكسكرانت او جريده الشعب، اعتذار رسمي على هذه الواقعه، وتم لفت انتباه معد التقرير، ونشرنا احنا عندنا الاعتذار الرسمي لده. ايضا تم برضه ان قالوا ان المراه المصريه ما زالت بتلبس البرقع، ما زالت تعيش في الصحراء، ما زالت. اذا هنا دور الاعلام مش نقل حقائق، ولكن الرد على هذه المغالطات. احنا ردينا وقلنا ان المراه المصريه عرفت النور وعرفت السياسه قبل ان يعرفها معظم دول اوروبا. احنا ما عندناش نماذج مصريه يعني مضيئه في هولندا من السيدات المصريات عندنا، ولكن انا بتكلم على حقبه ممتده من 12 سنه او 15 سنه. فكر متجمد، يعني فكر متجمد وفكر ثابت، زي ما نقول قوالب. ولكنها بعد البحث والدراسه وجد ان هذه نغمه مهدفه بتستهدف مصر. لان المراسلين المقيمين هنا مش مقيمين هنا بصفه دائمه، ممكن يكون مراسل من اسرائيل. وحتى الصوره اللي كان جايبينها المراه المصريه هي صوره للبدو الفلسطيني. تم تصحيح هذه المفاهيم والقاء الضوء عليها، وبالفعل بعتوا اعتذار رسمي، لان هي ديت الفائده اللي عايزين بقى نقولها هنا، ان هم حينما يعرف الخطا يعتذر وبصفه رسميه. طيب امبارح كان في وقفه احتجاجيه لمجموعه من المصريين، ويمكن انضم ليهم مجموعه من العرب في امستردام. استاذ يسري، الوقفه دي كانت ليه وعشان ايه، وعدد اللي كانوا يعني موجودين في هذه الوقفه؟ في الحقيقه احنا عندنا مؤسسات طبعا وجمعيات واتحادات موجوده في هولندا وبتعمل انشطه بصفه دايمه. احنا كنا من فتره قريبه كنا عملنا برضو مؤتمر كان ناجح جدا عن ازدراء الاديان. بالنسبه لمظاهره امبارح دي برضو كانت يعني مظاهره عامه، كانت دليل برضو من ضمن القائمين عليها. المظاهره دي حضرها يعني حسب التقرير اللي وصلنا امبارح حضرها كتير من المؤسسات الهولنديه، حضرها كتير من الدول العربيه، حضرها ايضا ناس من يهود هولندا، وكانت هي عباره عن مسانده للشعب الفلسطيني اللي بيتدمر في غزه. دي وكانت مظاهره ضخمه ونقلها الاعلام الهولندي مباشره في كل القنوات الاعلاميه اللي موجوده في هولندا. احنا عندنا دلوقتي كمان وفد موجود من اطباء المصريين الهولنديين في مستشفى المصريين، يعني بيتعامل مع الحالات الإنسانية، وهو متبرع طبعا بإجراء العديد من العمليات في مختلف التخصصات. حضرتك برضه استاذ يسري اديني اكتر يعني معلومات اكتر عن هذا الوفد، وانا عارفه ان هذا الوفد يمكن احنا التقينا ببعض افراده يعني في سنوات سابقه دائم الزياره لمصر. نعم. الحقيقه ده نشاط بيقوم به الدكتور الاخ والصديق دكتور صلاح سعيد، كان برضه بنشكر طبعا دكتور صلاح سعيد على هذا المجهود. هو كان سابقا كان ليه نشاط برضه في العمل الاجتماعي كرئيس اتحاد المصريين في هولندا، والحقيقه هو يعني هو القائم على جمع مجموعه من الاطباء المتخصصين وبالذات في مجال الطب، لان هو ده يعني دي مهنته، وبيجيب الوفود دي معاه من هولندا بحيث انها تعمل عمليات قلب مفتوح مجانا للمصريين الموجودين هنا. وما بيقتصرش الامر بس على الاطباء، هو احيانا بيجيب برضو اجهزه طبيه زي عربيات الاسعاف وزي ادويه مثلا معينه. وانا فاكر برضو من فتره كان جايب ستاف مجموعه من التمريض، لانه طبعا احنا عندنا الحقيقه عندنا مشكله كبيره هنا في مصر في التمريض بالذات، يعني عندنا لتدريب التمريض المصري، لتدريب التمريض المصريين هنا. فهو الحقيقه يعني عنصر نشط، هو بيجي اكتر من مره او مرتين او ثلاثه في السنه. والجميل في الموضوع انه بداوا يتسابقوا الاطباء الهولنديين
يعني بدأوا يعني في الأول ربما كان ممكن بيبقى مصري وهولندي وجاي، لكن دلوقتي بقى فيه هولندي وبيتسابق على انه يكون لي يعني يكلموا الدكتور صلاح على اساس ان هم حابين انه يروحوا مصر يعملوا العمليات، يعني بقوا يتسابقوا على انهم يجوا مصر يعني ونتائج هذه العمليات بتبقى جيده، لان في بعض الاشاعات برضو بتبقى يعني مغرضه، يقول لك لا ده جاي يتمرن فينا. الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هولندا تعتبر لربما، يعني ما عنديش المعلومه بالكامل، بس لربما تبقى نمره 2 في العالم في ابحاث القلب بالذات، يعني هم يعني الدوله الهولنديه متقدمه جدا في علم وطبعا هو في مستشفى المصريين بيبقى تحت طبعا اشراف طبعا طبي مصري، يعني فاحنا لازم نبقى عندنا ثقه برضو. المساله كلها مش يعني زي ما نقول فائده متبادله، هم ممكن يكون جدا هؤلاء الاطباء بيتعرفوا على حالات ما بيشوفوهاش في هولندا، ولكن هم بيسعفوا ايضا الكثير من الحالات اللي محتاجه اسعاف مجانا. استاذ عادل، انا هقول لحضرتك بعض التصريحات الخاصه بوزير الخارجيه الهولندي اثناء زيارته الاسبوع الماضي للقاهره، وحضرتك تقول لي ماذا يعني هذا التصريح من وجهه نظرك الاعلاميه. نعمل على تسهيل نفاذ المنتجات المصريه الى الاسواق الهولنديه. يعني نتمنى ذلك. ايه المنتجات بقى؟ والله هي اللي عليها اقبال في الاسواق الهولنديه، المنتجات المصريه يعني. هي الحاجات اللي هي خصوصيه المصري، زي الملوخيه، الباميه، العصاير، الحاجات ديت، انما فيما عدا ذلك اصبحت لبنان والمغرب كله بيتصارع ليها. لكن نتمنى ان هي تمتد، لان المصري في حد ذاته بيبحث عن اي شيء يفكروا بمصر. بس انت ليه قلت نتمنى ذلك بنوع من الصعوبات كده حسيتها؟ يعني في احيانا الدبلوماسيه تطغى على التصريحات. يعني انت شايف ان هذا تصريح دبلوماسي اكثر منه ايجابي، لكن نتمنى ذلك. سفير هولندا تعليقا على ازمه المرور في مصر، استخدام الدراجات في مصر هو الحل. ده افضل حل. انتوا بتستخدموا الدراجات في هولندا بصوره تسمحي لي بس في دقيقه واحده بس اذكر لك الدراجه ديت. منذ عده اسابيع كان رئيس الحكومه الهولنديه اللي هو مارك روتا، ويعتبر اعلى منصب في هولندا، كان رايح مقر الحكومه على العجله بتاعته. طبعا ده شيء انتشر على الفيسبوك والجرايد، شيء يعني منتقد لابعد حدود. بيعدي في الشارع، اللي ماشي في الشارع يقول له اهلا مارك، يقول له يسلم عليه. هو ليه صوره انتشرت على موقع الاجتماعي الفيسبوك، فكلنا شفناها. طبعا انا وانا جاي النهارده في مدينه ولاد صقر، وكيل النيابه مروح ب2 عساكر بيحرسوه. امتى الفكر بتاعنا يتغير، وامتى الناس تبدا ان هي تتعامل بواقعيه؟ طيب، بما ان حضرتك ذكرت وكيل النيابه يعني القضاء المصري، وزير خارجيه هولندا نسعى لتدريب سياسيين وقضاه مصريين على عمل على اداء عملهم بكفاءه. يعني هولندا هتدرب القضاه المصريين. يعني نحط تحتها خط، هم بيتكلموا كده على انا بيتي بيقع على بعد امتار من محكمه العدل الدوليه في لاهاي او في زي ما بنقول هنا في مصر. هم علشان الرمز ده موجود عندهم، من هذا المنطلق بيتكلموا بهذا. ليه؟ لان هولندا بتعتبر على راس الدول في الحريات والحقوق والواجبات، لكن القضاء المصري قضاء نزيه وعادل، ويستطيع إذا أتيحت له الحرية الكاملة والفرصة الكاملة أن يتفوق على جميع قضاة العالم. أنت مع الفكرة دي ولا ضدها؟ أنا حاليا معها. بعد اللي حصل بعد الثورة. يعني إيه ممكن كان قبل الثورة الواحد يتشكك. إيه اللي حصل؟ ما أنت برضه يعني ما تسيبهاليش مفتوحة، حدد. اللي هو يعني بعد الثورة احنا شفنا في أحكام مهما كان فكر الواحد يتخيل، ما تخيلش ان حسني مبارك نام على ظهره في السجن. ديت ما تخيلهاش، يعني هي الثوره اللي جابت، لكن القضاء اللي جاب ونفذ. يعني انا كنت الاول اخاف ان انا افكر ان ممكن حسني مبارك يتمسك، لان ممكن يقبضوا عليا بتهمه التفكير بدون اذن او التفكير في عمل غير مشروع. دلوقتي احنا بنقول ان القضاء بيقول المتهم محمد حسني السيد مبارك. ده اللي رفع صوت ديت
كلمه حددناها ل 50 سنه جايه المتهم محمد حسني السيد مبارك. ده اللي رفعه القضاء مش محكمه العدل الدوليه. يبقى القضاء بخير. القضاء بخير وهيظل بخير ان شاء الله. طيب استاذ يسري، كاشف في يعني لبس حصل وكان السبب في يعني الجريده اللي حضرتك بتمتلكها ان الاقباط المصريين مرحب بهجرتهم لهولندا. ما صحه هذا الخبر؟ والله هو اللبس جه منين؟ هو الموضوع شائك جدا، بس خلي عشان نوضح الصوره نتكلم بصفه عامه. اي دوله في العالم فيها قانون بيسمح بحق اللجوء السياسي في الدوله. حتى في مصر عندنا قانون بيسمح بحق اللجوء السياسي. ده حقيقي. ولكن يعني الدوله المستضيفه للاجئ ده بتدور على ايه؟ بتدور على مستندات رسميه قانونيه تثبت انه هذا الشخص يعني متضرر في بلده او عوقب في بلده او مضطهد بشكل عام يعني. فلو اتكلمنا على الموضوع بشكل عام بس عشان الناس تبقى فاهمه كويس، حتى يعني الناس اتكلمت كتير في الموضوع ده الفتره اللي فاتت، ويقال انه السفاره الهولنديه فتحت الباب شويه لاعطاء فيز للاقباط بالذات. وحتى لو كان، انا بس عايز اقول من هذا المنبر اللي بيشاهدوا طبعا معظم المصريين الموجودين في الخارج والداخل ايضا، انه هولندا زي ما انتم كنتوا لسه بتتكلموا على موضوع القانون، ان هولندا دوله قانون فهي بتطبق القانون. ما فيش نص قاطع بيؤكد بانه الدوله الهولنديه، لانها ما عملتهاش مع اي ناس قبل كده خالص في تاريخ هولندا. يعني انا التاريخ اللي انا اعرفه انما هي ممكن تسمح لاي مضطهد سياسي في اي دوله في العالم انها تديله حق اللجوء السياسي. في ناس كتير طبعا، يعني الناس البسطاء اللي ممكن يبيع اللي وراه واللي قدامه ويروح ياخد فيزا ويروح يقدم في هولندا حاسه ان انت يعني اقرب للدبلوماسيين في اجاباتك بالذات. هي مش دبلوماسيه يعني انا عايز اوضح الصوره للناس البسطاء العاديين انهم ما يعني هل هذا الخبر كان صحيح ام هذا الخبر اللي تم تكذيبه فيما بعد كان غلط وعاري تماما من الصحه؟ مش عيب ان الجريده تكتب خبر. يمكن الاستاذ عادل يقول لنا لان هو المسؤول بقى كمان عن تحقيق. لا انا عايز اتناولها من اكثر من شق. اتفضل. هولندا 16 مليون، فيها مليون اجنبي او مقيم اوائل، يعني قد القاهره في يوم، يعني قد عاصمه القاهره في يوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاختلاف حصل وبين الفئه الواحده داخل، يعني لان بنكون كل الاحترام للهيئه القبطيه الهولنديه اللي موجوده معانا وهي بتشاركنا في اي مؤتمرات واي ندوات. هو كان الاختلاف في اسلوب الترجمه، صيغه الترجمه، لان هم بعتوا جواب البرلمان الهولندي، البرلمان الهولندي رد عليهم. هم استثنوا اللي بيقدم للجوء السياسي من حاجه واحده بس، ان هو المفروض اللي بيقدم لجوء سياسي في هولندا يستوفي شروط معينه. مش اي حد يروح ان هو يكون قدم طلب عنده في مصر ان هو مضطهد، ان هو مشكله حصلت عنده، فهم استثنوا المصري الذي يريد ان هو يروح هولندا يقدم على طلب للجوء من هذا الخطاب، ان هو يكون راح بوليس الشرطه قدم بلاغ ان هو بيقول انه ممكن يضطهد. دي حاجه. الحاجه الثانيه عكس ما يشاع وما يقال، والسفاره الهولنديه كانت قالت الكلام ده، ان هي نفت الموضوع ده جمله وتفصيلا، ان هو مش بالصوره دي ولا بالصيغه دي. الشيء الثاني ان من اصعب قوانين اللجوء السياسي في العالم هولندا. نعم. من اصعب قوانين. وبعدين هولندا ده بلد صغيره مش هتستحمل الكم ده، وهو يعني انا بعتبره ان هو خبر استهلاكي اكثر منه اكيد يعني. طيب في خبر تاني يمكن برضه تقولي ان هو خبر استهلاكي. فيلم يهود مصر يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم في هولندا. يعني اعتقد الخبر ده صحيح. صحيح. ماذا عن هذا الفيلم؟ هو المعلومات عندي مش كاملة، لكن انا عندي المعلومات عن المهرجان. يعني المهرجان اللي بينظمه صحفي زميل اسمه خالد شوكات، هو بيهتم بمعظم يعني الافلام السياسيه او التي تهم المجتمع الهولندي للبقاء على توازنات
من خلال الحصول على دعم، من خلال تواجد الفيلم في مهرجان روتردام، بدليل ان على مدار السنوات الاخيره لم يكن موجود فيلم مصري رغم هوليود الشرق اللي هي السينما المصريه. فهم بيبحثوا عن افلام سياسيه اكثر منها افلام تحقق الفائده للجاليه العربيه اللي موجوده في هولندا. يعني استاذ يسري، برضو من الحاجات اللي كانت هامه جدا وعاوزه اعرف دور المصريين والعرب فيها هو تغيير نظره الخارجيه الهولنديه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه وادانتهم للمستوطنات الاسرائيليه. طبعا احنا عارفين ان هولندا داعم اساسي لاسرائيل. يعني انا شايف انه يعني على الاقل في مظاهره امبارح كان ماذا دفع وزير الخارجيه لمثل هذا التصريح؟ يعني ما هو ده كان ملفت بالنسبه لنا جدا وصادم. يعني هل هولندا ناويه تغير سياسه؟ هل اصبح هناك لوبي عربي مصري يتحرك داخل هولندا؟ انا هقول لحضرتك مثلا المظاهره زي بتاعت امبارح اللي حصلت في امستردام، يعني زي ما قلت لحضرتك برضه حضرها يعني كثير من المؤسسات الهولنديه، والدوله الهولنديه طبعا بتستمع للناس اللي موجودين، المؤسسات الهولنديه اللي موجوده. فاذا خرج صوت من المظاهره بيندد بهذه الاشياء وبيعارضها، فبالتالي لازم وزير خارجيتها يطلع ويتكلم يقول ان احنا نعمل كده. وده انا عايز اقول لحضرتك برضه هولندا يعني ليها مصالح دبلوماسيه وتجاريه وليها مصالح كبيره مع مصر، فبالتالي يعني لازم يكون لها دور يعني على الاقل وسطي. مين اشهر كاتبه في يعني مصريه في هولندا؟ استاذه فكريه طبعا. استاذه فكريه وفي استاذه سحر. سحر رمزي طبعا. استاذه سحر رمزي معانا على الهاتف. اوكي. استاذه سحر رمزي بنرحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وبهني حضرتك على طبعا مقالاتك وايضا على نجوميتك الصحفيه في هولندا. انا متشكره جدا، ربنا يخليكي. بحييكي وبحيي ضيوفك، وبنتهزها فرصه والله اعزي جميع اسر الضحايا. يعني هم اللي ماتوا دول ولادنا، واكيد طبعا ولاد الدكتور مرسي، فاكيد الموضوع ده مش هيعدي ولا هيمر مرور الكرام، ونتمنى يكون فيها تحيات جدا لان احنا كلنا موجوعين بالحدث ده. اكيد. معلش البقاء لله. البقاء لله. اكيد. يعني قولي لي اخر بقى موضوعاتك الصحفيه عن المجتمع المصري في هولندا. احنا حقيقه اول امبارح كان عندنا بنصدر بيان يعني التغييرات المطلوبه في الدستور، طبعا فيما يخص المصريين في الخارج، وبعض البنود بما اني رئيس الاتحاد النسائي في هولندا للمصريات، فبطالب بان احنا ندعم مواد خاصه بالمراه تحفظ حقوقها وكيانها، وان المراه لا تهمش في الدستور. كمان بالنسبه للمصريين في الخارج بدعم زي الاستاذ يوسف ما قال لحضرتك ان احنا بالفعل عايزين يبقى لنا دور فعال في الحياه السياسيه المصريه، وده حق واجب لان احنا تقريبا يعني ما يقرب بين 8 مليون او 10 مليون، فمن حقهم يكون لهم دور فعال في الحياه السياسيه المصريه. ولا يعني كلمه الزوجات الجنسيه يا ريتها لا تفسر بشكل وحش، لان احنا ولائنا الاول والاخير لمصر. اكيد. استاذه سحر يعني استاذه سحر عاوزه اعرف مزيد من المعلومات عن يعني الاتحاد اللي حضرتك بترأسيه. الحقيقه الاتحاد النسائي المصري هو احنا انشأناه في الاخر لان احنا يعني كنا محتاجين حاجه تدخل المراه المصريه في الحياه السياسيه ويكون ليها دور فعال. احنا بالفعل هنا نظمنا مظاهرات، واول مظاهره نسائيه كانت يعني في هولندا في امستردام ايام الثوره كانت نساء مصريات هم اللي نظموها. ودلوقتي احنا كمان انا بحاول اجرهم للحياه السياسيه، بنهض بالمراه المصريه اللي جايه كلها تواجد. ما ينفعش انا اطالب انها تكون موجوده وانها يعني نقول ان احنا عايزين نغير في الدستور عشان المراه كمان تحفظ حقها وهي ما تعرفش ايه حقوقها. فلازم تبقى من الناحيه الثقافيه الاجتماعيه تواجدها في هولندا لازم تكون موجوده في هولندا بشكل فعال، ما تبقاش موجوده مجرد ست بيت، لان طبعا هنا في مهندسه والدكتوره وليهم اماكن، بس للاسف احنا كافراد ولكن الشغل الجماعي كان ينقصنا. دلوقتي انا بحاول ان احنا نتجمع. الحقيقه احنا عملنا يعني شاركنا في مؤتمر عن ازراء الاديان
نظمنا ندوة عن الدستور، كل ده باسم الاتحاد النسائي، مشاركة طبعا مع مؤسسة دليل اللي انا بشتغل وشرفني ان انا بشتغل فيها، وطبعا مع استاذ يوسف الكاشف والاستاذ عادل مع حضرتك. وكمان دلوقتي احنا عملنا اصدرنا بيان ببعض الطلبات اللي احنا بنخصها، وحبيت ان انا بقول ان المرأة لازم ترجع وتاخد كيانها، والحقيقة ان احنا كل ما بنسمع خبر طيب احنا بننتهز الفرصة وحضرتك يا ريت تقولي كيفية الانضمام الى هذا الاتحاد، لان ممكن جدا يكون حد متواجد في هولندا من النساء المصريات مش عارف ازاي ممكن ينضم الى هذا الاتحاد. يا جماعه انا بوجه الدعوه لكل النساء اللي موجودين مصريات في هولندا، بس اللي هي عندها جديه بانها عايزه يعني جديه وفعاليه بانها تشارك في شيء مشرف، هي بيقدم خدمات ثقافيه وسياسيه واجتماعيه. الترفيه في جزء بسيط ولكن احنا كفانا ترفيه. يتصل يعني يعمل مداخله عليا، انا موجود، مقالاتي موجوده في دليلي. يتصل عليا، يخش على صفحتي في الفيسبوك، رقم تليفوني 06. لا مش هتقدري تقوليه على الهوا، بلاش تقوليه على الهوا. اوكي يعني سيبيه صفحتي على الفيسبوك، سيبوها في الكنترول روم، واحنا برضو اللي هيقدر يوصل لنا احنا او يوصل لحضرتك من خلال صفحتك على الفيسبوك، او احنا ممكن نبلغ لو حد اتصل طلب رقم حضرتك. انا بشكر حضرتك جدا على مجهوداتك، ومزيد من يعني التفوق ان شاء الله والتوفيق باذن الله. البيت المصري في هولندا على مدام سحر، يعني هي آلة إعلامية متحركة، أو يمكن بنقول مثلا قلم يمشي على اثنين. آلة إعلامية متحركة دي مش ممكن تكون سيدة مصرية، دايما سيدة مصرية ما بتبقاش آلة، هي ممكن تكون يعني أنا قصدي يعني آلة بقلب يعني, يعني وهي ضلع من مربع الثورة في الخارج. يعني جميع الندوات، الاعتراضات، الاعتصامات، اي حاجه سحر رمزي موجوده فيها. احنا بنشكرها على الهواء مره ثانيه. احنا بنشكر حضرتك تاني، وبنسعد بكل سيده مصريه تكون هي طبعا سفيره لمصر، من حيث طبعا ادائها في عملها وايضا اهتمامها بالمجتمع المصري اللي هي متواجده به في الخارج. يعني بشكر حضرتك جدا يا استاذه سحر. البيت المصري بهولندا، ماذا عن البيت المصري بهولندا؟ عاوزه اعرف معلومات عنه واتصالكم انتوا بالبيت المصري. يعني البيت المصري بشكل عام ولا مؤسسه البيت المصري؟ هل هناك فرق؟ وضح لي الفرق. انا ما اعرفش. لا يعني احنا يعني البيت المصري احنا بنعتبر ان احنا المصريين كلهم ممكن يكون لنا بيت نتقابل فيه او نتجمع فيه من خلال ندوه، من خلال احتفاليه وهكذا. وفي المؤسسة اسمها البيت المصري بيرأسها الأستاذ سامي القاضي والأستاذ فاروق إبراهيم، ودول برضو أنا بعتبرهم من النشطاء السياسيين الجمال جدا اللي بيشتغلوا برضو للجالية. بيشاركوا لأن احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا مجموعة بنشتغل مع بعض، فبالتالي لما يكون في مناسبة فبنشارك يعني مؤسستين أو جمعيتين أو اتحادين مع بعض أو أكتر. فالحقيقه البيت المصري يعني انا بعتبره من المؤسسات النشطه اللي هي بتهتم بامور الجاليه. واحنا اخر مؤتمر كنا عاملينه مع بعض كانت الفكره فيه ان احنا عايزين وده كان اقتراح برضو من عندهم، يعني ان احنا عايزين نجمع الجيل الثاني مع بعض، يعني على اساس انه يعني احنا بنجتمع احنا الجيل الاول الكبار اللي هم يعني الرعيل الاول من المصريين الموجودين في هولندا، ولكن عايزين ندي الفرصه للجيل الثاني انه يتعارف ببعض، يعني لربما يتزاوج، لربما يتصادق، لربما يعني نتيح لهم الفرصه. وبعدين هم طبعا زي ما حضرتك عارفه ان الجيل الثاني عنده وسيله النتورك سريعه جدا، يعني يقدروا يتواصلوا مع بعض واندماجه في داخل المجتمع نفسه. هولندا ممكن جدا ان هو يحقق لمصر كتير قوي في المستقبل. انا دايما بقول انه يعني انه الجيل الثاني من المصريين الموجودين في العالم دي ثروه مصر حقيقي، يعني دي الثروه اللي ممكن تضيف لمصر حاجات كتير في المستقبل، يعني يعني دي نقطة يعني عايزين نهتم بيها بشكل كويس، لأن الولاد دول ممكن يعني يتولوا مناصب كبيرة في الدول اللي هم عايشين فيها، لأن هم ولاد الدول اللي عايشين فيها. يعني هل في مصريين في مراكز سياسية أستاذ عادل في السياسة الهولندية؟
هل وصل بعض المصريين لا هو كان لمراكز مرموقه؟ لا هو وصلوا بعض المناصب في اقسام الشرطه او ما الى ذلك، لكن لان طبيعه الجاليه المصريه هناك مش هي الاغلبيه، مش هي الاكثريه. لكن كان محافظ روتردام هي تعتبر من ضمن الاربع مدن الكبرى في هولندا، كان مغربي. كان صار لغط عليه والى اخره، حاولوا يستجدد الجنسيه والى اخره. لكن كمصريين لا يوجد سوى في الحقل الاعلامي او في بعض لان فتره المصري اللي موجوده يعني لا تتعدى 30 35 سنه، فما ما كانش يبدا بقى الجيل الثاني ان هو يدخل ويتداخل. لكن المغاربه والجزائريين والتوانسه هم اللي سبقونا، ولذلك الجيل الثاني اللي بدا ياخذ مراكز متقدمه في هولندا. طيب يعني استاذ يسري، كان في كمان يوم للثقافه العربيه شهدته طبعا هولندا، وتحديدا مدينه دونابوش دانبوس. انا اسفه للنطق يعني. احب اعرف تفاصيل هذا اليوم الخاص بالثقافه العربيه. والله زي ما قلت لحضرتك برضه هولندا مهتمه جدا بالصحافه العربيه، وزي ما بعض الناس عارفين ان هولندا من الدول الاولى في العالم اللي اهتمت بالثقافه المصريه من حوالي 400 سنه او 350 سنه بالتحديد. مين اللي كانوا قائمين على هذا اليوم؟ يعني اعتقد لربما، يعني انا ما عنديش معلومات كافيه الحقيقه على الموضوع، ولكن في مؤسسات كتير بتهتم يعني في مؤسسات عربيه كتير موجوده في هولندا بتحاول يعني تعمل جسر من الثقافه العربيه للتواصل بين طب استاذ عادل، عندك فكره عن هذا الموضوع بالتفصيل؟ هو بيميل الى المغاربه والتوانسه والجزائريين اكثر من المصريين، لان هم تواجدهم بحكم عدد الجاليه اكتر. ودينبوس بتبعد عن دنهاك او مقر هولندا بمساحه كبيره. هو اتخذ هذا طبعا اليوم صورة فيروز رمز لليوم الثقافي العربي، فلماذا تم اختيار طبعا الفنانة فيروز؟ فيروز علم من اعلام الثقافه العربيه. هل تم اختيار مطربات عربيات مثلا زي ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم من قبل؟ لا، ولكن على المستوى العام ان هي فيروز لا اعتراض، هي لا اعتراض طبعا، كلنا عشاق لفيروز طبعا. لكن انا بتكلم على المستوى الشعبي، ممكن تلاقي اي كافيه او اي مطعم او اي شاورما في هولندا تحمل اسم ام كلثوم. يعني هي ام كلثوم متواجده بدون يوم ثقافي. لو اتكلمنا عن فيروز فاحنا هنتكلم بصفه عامه ان هي من اكبر الرموز الفنيه اللي عايشه على يعني لغايه دلوقتي. يعني لو اتكلمنا على ام كلثوم وعبد الوهاب ودول ناس يعني ربنا يرحمهم، بس دي متواجده على الساحه لسه، ربنا يديها طول العمر والصحه. يعني احنا في الخمس دقائق الاخيره من برنامجنا عاوزين نكثف على مطالب المجتمع المصري في هولندا. ماذا يعاني؟ المطالب اللي انتوا طالبينها من السفاره المصريه والقنصليه المصريه في هولندا، وايضا المطالب اللي انتوا شايفين ان هنا لازم ينتبهوا اليها من خلال القياده السياسيه. والله هو مطالب كتير الحقيقه، ولكن بخلاف الدستور احنا ناقشنا الدستور. احنا دايما بقالنا فتره بنطالب بان يكون لنا وزاره منفصله، يعني وزاره هجره. هي موضوع متواجده الحقيقه، ولكن يعني اعتقد كل المغتربين بيفضلوا ان يكون الوزاره تبقى يعني منفصله عن وزاره العمل. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا بنتكلم على الاتحاد العام المصري المتواجد في مصر، يعني يكون يعني ليه دور فعال اكتر ويكون متواجد على الساحه. النقطه الثالثه وزاره الخارجيه واهتمام السفارات المصريه المتواجده في الخارج بالجاليات المصريه، يبقى في كونتاكت، يعني في تواصل بين انما المشاكل ايه اللي بيمنع هذا التواصل؟ الحقيقه يعني ما فيش يعني ما اعتقدش انه ممكن تلاقي حد من الجاليات المصريه الموجوده في اوروبا، في فرنسا ولا في هولندا ولا في انجلترا يقول لك خلينا في هولندا مثلا. لا الحقيقه احنا في بينا تواصل بينا وبين السفاره، ما فيش اي مشكله. ولكن ما فيش انا هقول حاجه برضو قلتها قبل كده، ان احنا بنفضل ان يكون وزاره الخارجيه تهتم شويه بانه يكون في موظفين اداريين
موجودين في السفارات في سفاره هولندا بصفه خاصه يعني من ابناء الجيل السفاره المصريه في هولندا. السفاره المصريه في هولندا من الجيل الثاني والثالث، وده كان مطلب على فكره احنا يعني طالبنا بيه وزاره الخارجيه من خلال لقائنا مع الجيل الثاني والثالث في رحلاتهم الى مصر. هم عاوزين حتى لو يتطوعوا في الايام اللي بتحتاجها مثلا القنصليات او السفارات لاعداد من طبعا المصريين للانتخابات او حتى للفعاليات الثقافيه، هم يعني كانوا عارضين ده. فانا بضم صوتي لصوت حضرتك استاذ يسري، لان يعني فعلا هم وممكن يتم بعد كده الاستعانه بالنماذج المتميزه منهم في الوظائف. لا انا على الاقل يعني لان الدوره الدبلوماسيه اللي بتيجي سواء سنتين او 4 سنين فبيجي المجموعه الدبلوماسيه. طبعا انا فاهمه عشان اجاده اللغه كمان. لا ما بيعرفوش المجتمع خلفيه كامله عن على الاقل ازاي يتواصلوا مع الجاليه المصريه. انما لو كان واحد مقيم في البلد وكان مثلا موظف اداري ولا حاجه في السفاره هيبقى صله تواصل بينه وبين السفير، يقول له مثلا في اتحاد كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فهيبقى في تواصل. النقط المهمه برضو يعني اللي بيهتم بيها كل مصري بيجي مصر، الموضوع المطار ده برضو مشكله كبيره يعني انه غالبا استاذ عادل يدينا بقى فكره عن المطار لان احنا فاضل لنا دقيقه واحده. المطار والعربيات يعني انا في 5 دقائق باخد شنطي في هولندا واطلع بره المطار. في مصر بيقول لي اركن 5. ال5 دول غير ال5 دول خالص. يعني ال5 بتوع هولندا بتركن 5 ليه؟ تشابه اسماء، تشابه شنط، تشابه اي حاجه. دي قضايا يمكن وزاره الداخليه يعني عندنا يعني بتحاول ان هي تحلها كل قضيه على حده. انا مش عايز المصري اللي جاي من بره على ريشه، انا عايز نتعلم من الناس اللي بره، نتعلم ازاي ان احنا لو مش في مشكله نطلع. انما ال5 دقائق اركن 5 ديت بتبقى 5 ساعات. هو الرقم القومي هيحل موضوع تشابه الاسماء ده ان شاء الله. نتمنى هذا. بخلاف ده على المستوى الشخصي للبرنامج انا حاسس ان البرنامج ساعاته قليله جدا 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 للمصري في الخارج. يعني انا بعتبر ان البرنامج زي وصال ده رئه ومتنفس لينا احنا كمصريين، وهمزه وصل ان لم يكن همزه وصال اذا جاز لي التعبير لاهالي المصريين الموجودين هنا. ازاي اللي تكون ساعاته بالقله دي؟ يعني ما ينشر في عام لا يساوي ما ينشر في يوم واحد للرياضه. يعني المصري في الخارج حقه مهضوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه اتمنى ان ما يكونش ضيوف حضرتك احنا بس، ليه ما تشوفيش الجيل الثاني؟ هتفاجئ بالشيء مذهل للغايه. هم مرحب بيهم في اي وقت، وانا دايما يعني بقول ان هم الامل لمصر الجيل الثاني والثالث. ولما كانوا طبعا في رحلاتهم هنا احنا كنا مصطحبين الرحله منذ يعني بدايه الرحله الى نهايه الرحله، وعملنا لقاءات معهم. بس هولندا ما جابتش حد، يعني ما بعتتش اي شباب ليها يعني. طب اضرب لك مثل في 30 ثانيه. توأم اسمه عمر وامين، الاثنين دول واخدين الدرجات النهائيه في هولندا. الاعلام الهولندي تجاهلهم، الاعلام المصري تقبلهم. امهم كانت جزائريه وابوهم مصري. السفاره الجزائريه عملت لهم حفل تكريم على اعلى مستوى. السفاره المصريه لا تعليق. الاعلام المصري المختص في دليلي عملنا لهم ندوه وعملنا لهم مهرجان تكريم وجوائز. ده اللي احنا عايزينه. لا يبقى على حضرتك دور بقى من بعد الحلقه دي ان حضرتك هتبقى على تواصل معانا. اي اخبار خاصه بالجاليه المصريه في هولندا احنا سعداء جدا ان احنا نعلن عنها، حتى لو كانت اخبار ولادنا وتفوقهم ده بيدينا احنا امل كبير جدا، وده من اهم الاخبار اللي احنا بنبقى حريصين عليها لانها بتدي امل. انا عايز اضيف بس يعني زي ما قال الاستاذ عادل، برنامج وصال ده يعني برنامج بيخش بيوت المصريين في الخارج، بس احنا عايزين يبقى اكتر من مره. انا شاكره جدا الاستاذ يسري الكاشف رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، شكرا لحضرتك. الكاتب الصحفي الاستاذ عادل عبد العزيز، شكرا لحضرتك. مشاهدينا في كل مكان سفوا يعني معي لاني انا لن استطيع النهارده اقول لكم شعار برنامجنا ارفع راسك فوق انت مصري، لان كل مصر النهارده حزينه على مصر، وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه نقدر نقول ارفع راسك فوق انت مصري. شكرا والى اللقاء.